شايف ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك الفتره الاخيره؟ تخبطات اداريه، مشاكل فنيه بخصوص الاجهزه الفنيه، رحيل فيريرا، عوده فيريرا، رحيل كابتن اسامه نبيه، عوده كابتن اسامه نبيه، رحيل بعض اللعيبه، ازمه مستحقات. يعني شايف المشاكل دي ايه سببها في نادي الزمالك في الوقت الحالي ده تحديدا، خصوصا ان نادي الزمالك عاش نفس التجربه السنه اللي فاتت واللي قبلها، لكن قدر ينجح ويتفوق على نفسه بشكل افضل من كده بكتير. لو هنختصرها في كلمتين، مشكله اداريه بحته. دول مشكله اداريه 3 كلمات. يعني نادي الزمالك عنده مشكله اداريه، صفقات. المفروض انت تجيب صفقات عشان تزود. لا، الصفقات اللي جت نادي الزمالك ما زودتش، وخصوصا الاجانب. الاستقرار مش موجود، سواء اداري يعني كاداره النادي مش مستقره خالص. كل شويه في تصريحات وهجوم على الناس، وكل شويه بنربي عداوات جديده مع ناس كتير، اخرهم كان اتحاد الكوره. هل انت شايف ان قرار رحيل فيريرا من البدايه كان قرار سليم، خصوصا ان انت خدت القرار ده في وقت معين، هزائم متتاليه، اداء سلبي من الجهاز الفني تحديدا بقياده فيريرا، ونتائج طبعا سلبيه، بتخسر من المحله وبتخسر من اسوان وبتتعادل مع المقاولين وبتخسر من الاهلي وبتتعادل مع الداخليه، فكان طبيعي ومنطقي ان الراجل يمشي، لان واضح ان هو مش موفق او واضح ان هو مش مركز مع الفرقه زي الموسم اللي فات. لكن كان لازم يبقى عندك بلان بي، يعني عندك خطه بديله، ان انت تروح تجيب كابتن اسامه نبيه، اشتغل في مباراه فيوتشر وقدر ان هو يحقق مكسب مهم جدا جدا قدام فرقه كبيره بحجم فيوتشر السنه دي. ايه اللي خلاك ان انت ترجع فيريرا مره تانية؟ يعني ايه الاسباب؟ المعلن لينا ان الاسباب ان مفيش الدولارات اللي موجوده في نادي الزمالك ان هم يعرفوا يدفعوا شرط جزائي للراجل عشان يمشي. طب ما هي ما هو انا لما رجعه يشتغل ما هو برضه هيبقى فيه رواتب وفي سالري وبادجت معين كل شهر الراجل محتاج ان هو يغطيه. بس انت بتتكلم في هو الراجل ليه 3 شهور وفي 3 شهور شرط جزائي. فانت بتتكلم في بلقايه 6 شهور المفروض تديها له. انت ما عندكش الكاش فلو اللي تعرف تديله بيه مثلا ال6 شهور. ما هو اوريدي هيشتغل وهياخد منك الكلام ده على مدار هتدفعهم على 6 شهور، مش هتدفعهم بلقايه دلوقتي مره واحده. فاهم؟ شايف دي الازمه يعني اللي خلت فيريرا يرجع، ولا الزمالك ليه راي تاني فنيا في القصه دي تحديدا؟ ده اللي اتقال من مجلس الاداره او الناس المحيطين من مجلس الاداره. واضح ان فيريرا ونادي الزمالك في الوقت الحالي مفيش كيمياء، الامور مش ماشيه حتى في الكوره، الدنيا بعيده خالص. وجهه نظري ايه؟ الراجل يشيل جزء والاداره هتشيل الجزء الاكبر.